احيانا بيكون الحزن مريح اكتر بكتير من السعاده. الجمله دي تبان غريبه صح؟ تبان عكس الطبيعه البشريه اللي المفروض بندور على الفرحه والراحه، بس لو تعمقنا شويه جوه النفس البشريه هنلاقي طبقه تانية خالص اغرب واعقد بكتير. في ناس عاشوا سنين طويله من عمرهم جوه الوحده او الخوف او القلق او الخذلان المتكرر، ومع الوقت الالم ده بيبقى هو الحاله الطبيعيه بتاعتهم، مش لانهم بيحبوا الوجع، لا طبعا، بس لانهم يعرفوه كويس، بقوا متعودين على العيشه جواه، وده اللي بنسميه منطقه الراحه النفسيه. والاسم ده مضلل جدا، لان الراحه هنا مش معناها انك سعيد، الراحه هنا معناها المألوف، حالة اللي عقلك اتعود عليها وبرمج نفسه انه يتعامل معاها. تخيل معايا بقى شخص بقاله سنين عايش بيتوقع الأسوأ في كل خطوة، وفجأة يدخل حياته إنسان حقيقي، إنسان بيقدم له حب حقيقي، استقرار، أمان، اهتمام ملوش شروط. المنطق بيقول إيه؟ المنطق بيقول إنه يفرح ويسعد، مش كده؟ لكن اللي بيحصل في الحقيقة أوقات بيكون العكس تماما. فجأة بيبدأ الخوف من الفقد، خوف من التعلق، خوف من بكره، وخوف مرعب من حجم الخساره اللي ممكن يخسرها لو الشخص ده مشي في يوم من الايام. هنا عقلك اللي متعود على الحزن بيعمل واحده من اغرب الحيل الدفاعيه اللي ممكن تشوفها في حياتك. العقل بيبدا يفكر بما ان النهايه كده كده مؤلمه والناس كلها بتمشي في الاخر، فليه ما نختارش وقت النهايه بنفسي؟ ليه مستني الضربه تجيلي وتكسرني؟ في الظاهر القرار ده يبان جنون مطلق لما تشوف حد بيسيب شخص بيحبه وبيموت فيه وبتقول عليه مش طبيعي او ما بيفهمش، لكن من جوه العقل الخايف ده المعادله مختلفه تماما. انك تقعد مستني اللحظه اللي الطرف التاني ده يهجرك فيها، ده رعب ملوش اول من اخر. انك تصبح انت الشخص اللي بيقفل الباب بايده اهون بكتير من انك تقعد مستني تسمع صوت الباب وهو بيترزع في وشك. وعشان كده بنشوف ناس كتير جدا بتدمر علاقاتها بايديها وبتفتعل مشاكل من الهوا وهم بيبكوا وبيموتوا من الوجع في نفس الوقت. ومن هنا بقى بنفهم طبقه تانية من اللعبه دي. ليه في ناس بتحب الاشتياق اكتر من اللقاء نفسه؟ ليه بيموتوا في الرسائل بس لما يقعدوا مع بعض يبقوا مش طايقين بعض؟ ليه بيحبوا البدايات والمسافات وبيهربوا من الاستمرار والقرب؟ إجابة بسيطة جدا، لأن الإنسان الحقيقي اللي في الواقع بيمرض، بيغلط، بيغضب، بيتغير، بيمر بأيام سيئة وبيزهق. يعني إنسان حقيقي بعيوبه ومميزاته. أما القصة فدي بتعيش جوه الخيال، وجوه الخيال كل شيء بيفضل جميل، نقي ومثالي جدا. الخيال بيمتلك ميزة خطيرة ومرعبة، إنه مش مضطر يواجه الواقع ولا يتعامل مع عيوب. عشان كده في ناس بتتحول لعشاق دائمين للقصص غير المكتملة، السفر المفاجئ، الظروف المستحيلة، الحب اللي ممكن يكون من طرف واحد، الشخص اللي مشي بدري من غير سبب. كل الحكايات المبتورة دي بتدي للخيال مساحة لا نهائية انه يرسم ويضيف ويجمل زي ما هو عايز، في حين ان العلاقات المكتملة المستقرة بتكشف حقيقتها يوم بعد يوم، والواقع ده بيخوف اللي مش متعود عليه. في النهاية بتبقى الحقيقة الأكثر غرابة والأشد ألما إن بعض البشر مش بيدوروا على الحب نفسه على قد ما بيدوروا على الشعور اللي بيصنعوا الحب ده جوه خيالهم ومخيلتهم. تلاقيهم عايشين نص حياتهم جوه الذكريات القديمة اللي فاتت بكل العقد اللي اتكونت فيها، والنص التاني جوه توقع الذكرى الجاية والخوف منها. وبين النصين دول بتضيع اللحظات الحقيقية الوحيدة اللي كانت موجودة بين إيديهم وتستحق فعلا إنها تتعيش. لو أنت من الناس دي أو بتمر بالحالة دي لازم تعرف إن الخوف من الأمان هو مجرد وهم عقلك بناه عشان يحميك من وجع قديم، بس الحماية دي في الحقيقة هي سجن بيحرمك من طعم الحياة. العلاقات الحقيقية مش مثالية وفيها وجع وخوف طبعا، بس مواجهة الواقع باللي فيه أجمل مليون مرة من إنك تعيش بطل لقصة مثالية بس جوه خيالك أنت. فكروا في الكلام ده كويس وشوفوا كم مرة دمرتوا حاجة حلوة في حياتكم لمجرد إنكم خفتوا من إنها تضيع منكم. أنا جاي عشان أقول لك الضلمة. سلام.